السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه متنوعه حره مع فيديو جديد. كيف العاده ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه فضلا منكم وليس امرا. اليوم نعرفوا شنو وقع مع الداسره. واش عرفتوا بان الداسره مشات للدار البيضاء باش تشري سياره وخلات ولدها مريض مع شنيتيكا ومشات؟ ما تفهمت ليش هذه وحده مشات للدار البيضاء وخلات ولدها مريض وخلاته مع شنيتيكا. نارية المشاهدين ما عندهاش ضرات الكبده اي حاجه. اي واحد كيخاف على وليداتهم ملي تيكونوا صغارين وحتى ملي كيكونوا كبارين وحتى ملي كيكونوا مزوجين وبوليداتهم، واخا هكاك الانسان تيخاف على وليداته. سمعتيني؟ هذه ما عندهاش ضرة الكبده ولا الانسانيه ولا الامومه نهائيا من جهه ولدها. وحتى ملي جات من كازا، يعني ملي رجعت من كازا لقات ولدها تزاد عليه الحال، عاد ناضت دايه للطبيب حتى شافت ولدها بانه لا كيرد الدم، عاد هزاه ودايه للطبيب. وهذا الشيء كامل ما علمتش الاب ديالو نهائيا، ما عيطاتش للطريق ديالها وتقول له شوف اجي دابا راه ولدك شنو وقع ليه، اجي نشوفوا الطبيب شنو غادي يقول، ولا اجي تعرف ولدك شنو عنده. نهائيا ما سيقاتلوش الخبار. علاش؟ واحد علامات استفهام. علاش ما عيطتيش للاب ديالو وتقوليها له ملي كنتي فاس قبل ما تمشي لكازا، او لا ملي رجعتي من كازا وهزيتي ولدك وديتيه للمستشفى؟ علاش ما تعيطيش للاب ديالو حتى تيسمعها عند الاخت خديجه تيفي في اللايف ديالها؟ تما ملي سمعها وطلع مداخله وقال انا ما عنديش الخبر ولدي بانه مريض. قالك ملي جابتو له لا 4 8 ايام واثنين وثلاث، يعني 10 ايام ما جابلوش الدري وما عنده حتى شي علم على ولده. حتى سمعها عند خديجه تيفي قال بان انا ما عنديش الخبر على ولدي بانه ايان. علاش ما تعيطلوش؟ باش تعرفوا ما عندهاش الكبده سبقت المشيه لكازا باش تشري السياره على ولدها. عندها السياره حسن من ولدها، بحال السياره عادي طير، يعني الا ما شراتهاش وما مشات شراتها يعني صافي عادي طير لها. عندها السياره حسن من ولدها نهائيا. والمشكله عارفه راه ولدها مريض ومخليه كيتقطع بالحريق. هذاك الولد مسكين والداه غير تصاور في الانستغرام وفي التيك توك، ما فيهاش احساس الامومه يا لطيف منها. زائد هاد الوليد شفناه من نهار تزاد وهي كتعطيه حليب الصيدليه، ما كتردعوش الرضاعه الطبيعيه نهائيا. وكنعرفوا بان الحليب ديال الصيدليه الا عطيتيه للبيبي خاصك تبقاي تعطيه يشرب، يعني ضروري. وبالاخص في هذه الفتره ديال الصيف، يعني راه الحراره وبالاخص الحراره كاينه كثيره في مدينه فاس. يعني ولدها مادام كتعطيه الرضاعه ديال الصيدليه الا وخاصك تبقاي تعطيه يشرب. اما كون كانت كتعطيه الحليب كيف ما كانت علمتنا في الفيديو الاول ديالها ملي ولدت قالت لك ما شاء الله عندي الحليب وبزاف وهذا، كان هذيك الساعه ما تعطيهش الماء. مره فين تعطيه الماء هي الاكس كتعطيه هذا الحليب ديال الصيدليه، ولكن الماء ما كيشربوش، وهذا راه يدير له الجفاف في المصيرنات ديالو. هاد الطفل هذا ولا هاد البيبي يكون هي تعطيه لباه وجداه والله حتى يقابلوه حسن منها، حسن يقابلوه مزيان حسن من الداسره. اما هي ما كتقابلوش نهائيا. هي كنشوفوها حاضيه غير المكياج، حاضيه هي العكار، حاضيه هي الضفران. انا نمشي نحيد الضفران، ندير الضفران في هذا الكولور، نمشي نركب الضفران في هذا اللون، وحاضيه هي الماكله والصريط. مع العلم شفناها مشات دارت التكميم في تركيا عرفت تعيط ليه، ضربات اسبوع في تركيا وعيطات ليه قالت له هاك ها ولدك. ودابا ما علماتوش بانها ولدو راه مريض نهائيا. ومن نهار اللي خرج وهي خرج باها وهي بابا 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 هاديه غير باها. هاد الدسره هادي مهمله في تربيه ولدها، وكملات دابا ملي خرج باها كتضل طوطح معاه النهار كامل وهي معاه وتصور معاه، والولد مخليها غير عند السيده اللي تيكون معاها في الدار كتلوحو ليها وتخليه ليها. الامومه كنشوفوها راه ماشي هكايا، الامومه راه ماشي سهله، خاصها تكون مراه وقاده وتقابل ولدها مزيان. هي من السيمانه الاولى كيف ما شفنا في الفيديو ديالها ملي ولدت، من السيمانه الاولى خرجت مشات كتاكل لك الشوا وكتاكل لك في بولفاف، مشات فطرات لك في القهوه. وكان داك النهار البرد في داك الفيديو نزلات، واصلا هي ولدت في البرد وغاده في داك النهار كي بحال بولفاف عادي يطير، بحال الفطور في القهوه عادي يطير. يعني خاصها هي من السيمانه الاولى. والمراه كتخرجي للضروره في الاسبوع الاول كتمشي كتضرب لولدها الجلبه وكترجع صافي، كتبقى حاضنه على داك الوليد وتهلا فيه وتقابلوا. تيكون مازال صغير، هي اللي خارجه ومخرجه معاه مسكين كيدور كيشم في التلوث ديال الشوارع. هاد الولد من نهار تزاد مسكين وهو غير من دار لدار، غير من يد ليد. هو عند ديك السيده اللي ما هو عند شنيتيكا، هو عند البقاء وهي حادكه هي في التعكيره
والطوموبيل، والولد مخليه مريض مسكين وغدا لكازا. عرفتي الا قلبتوا في جوجل غادي تلقاو في القانون المغربي سفر الام المرضعه يقدر يسقط منها الحضانه، زائد الاهمال والتصوير. والسفر الام بدون مبرر مقنع كيهدد الاهمال ويقدر يسقط الحضانه من الام الى الاب. وهانتم الاخوان غير قلبوا على الاسباب لاسقاط الحضانه وغادي تعطيكم سفر الام. وما يمكنش للجد تاخذ الحضانه ديال الطفل الا في حاله وفاه الاب ديالو. اما الا كان الاب اللي هو ابات الدري او الام على قيد الحياه فاذا الحضانه غادي تكون يا اما عند الام يا اما عند الاب. والدار ما قاداش على المسؤوليه ديال الولد، بغات باه يديه بالقانون باش الناس ما يبقاوش يقولوا لها راه سمحت في الولد ديالها، وكتعمد تخرج الولد بالعاني ضد طفل زهير باش يحيدوا ليها الحضانه. كتتحدى الطليق ديالها باش يدير شكايه. راها قالتها له في واحد الكتابه، كان ميساج بيناتهم وهو اللي كان نزلو عنده في الفيديو. قالت ليه الا عندك شي حاجه سير ديها للمحكمه، يعني سير انا كنخرج ولدك بالمعنى ديالها وسير للمحكمه. فهمتوا الخوت شنو من هاد الجمله هذه اللي رسلت ليه؟ واش شفتوا اخوتي الداسره العايقه؟ قالت لك انا ما تنبغيش المشاكل ودايره فيها كلاس. وهي سمعتوا شنو قالت في واحد ستوري؟ قالت على الكلب، شافت هذاك الكلب وصوراته وحطاته بالعاني وقالت هذا الكلب خاصو غير مآمن وما تجبدي، واخا ما تجبديهش يقدر يجبدك هو في اي لحظه. واش كتعرفوا الكلاب بحال هكايا؟ زوار استراليا خوتي على زوار خلاتها فدوه. جبدوا ستيلو احمر، جبدوا اخوتي المشاهدين ستيلو احمر استراليا على زوار، خاصهم غير مآمن كيكونوا ضعيفين. شكون اللي ضعيف؟ هو طليقها. شكون اللي زعر؟ هو طليقها. ويلي اخوتي ويلي قالت كيكونوا زعر وضعيفين بحال هكا ويا ربي يلقاو مآمن. على من المتابعين في نظركم كيهضروا؟ على من كتهضر؟ على من دايره هاد ستوري؟ هاد العاقه دايره هاد ستوري على بات ولدها، على الطليق ديالها. هو كاع ما كيجبدها وهي جالسه كتجبدو. سمعتيني؟ كتهضر عليه، كتهضر على بات ولدها، سمعتي؟ وهو ما تيجبدهاش نهائيا. هو شفناه كيهضر وخرج في منابر اعلاميه او لا في القناه ديالو تيقول لك ولدي ما تحطيه لياش، ولدي ما تحطيهش في الانستغرام، ولدي ما ديريه لياش في التيك توك، ولدي ما تنزليهش ليا نهائيا، ما بغيتوش يكبر في اليوتيوب. سمعتي؟ حتى لا كبر ودار 18 عام وبغى يحل هو قناه اللي تكون زوينه ويستافد منها الناس اللي قدو، مرحبا. اما دابا هو صغير ما بغاش يدخل ولده في هذا العالم ديال التواصل الاجتماعي. سمعتيني؟ انتي ملي قال لك هكايا انتي كتحدايه وكتخرجي وكتبقي تتحدايه وكتحطي عاد ولدك، وكل ما كيقول لك ما تحطيش ولدي كتخرجي تنزلي له ولده. سمعتي؟ باش هو زعما يتضغط ويمشي يدير بك شكايه في الجمعيات وفي هذا في المحكمه وداكشي باش يحيدوا لك ولدك على اساس انت ام مهمله وكذا وكذا، باش الناس ما تنوضش تهاجمك وتقول لك انت عطيتي ولدك وهذا، تقولي لهم لا راه هو اللي جده لي، انا حكا كنبغي ولدي وهو اللي دار لي، هو اللي صنع لي. انت كديري هذا القلب بالعاني وكاسه كتنزلي عليه ستوري بالكلب، كتوصفيه بالكلب وزعر وضعيف. فهمتوا اخوتي المشاهدين؟ المهم خوتي خواتاتي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه، وخليتكم في امان الله، وشكرا على حسن المتابعه.